السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أحبابي عاملين إيه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة بإذن الله كده روتين حلو جدا جدا جدا. بس قبل كل شيء، اللي مشتركش في قناتي يا ريت تشتركوا في القناة بالله عليكم، وكمان تحطوا له اللايك لأن اللايك هو بيرفع الفيديو. وجزاكم الله كل خير لو شاركتوا لي الفيديو عند حبايبكم عند أصحابكم. كمان تشاهدوا لي الفيديو لو عندكم أكتر من حساب، لاني نفسي احقق الشروط واكمل الساعات بتاعه اليوتيوب. ان شاء الله باذن الله كده هنعمل روتين جميل جدا زي ما طلبتوا مني. يعني اغلب التعليقات بتاعه الفيديو اللي فات عايزين روتين كامل. طبعا اللي بنصوره على القناه مش كل الحاجات اللي احنا بنعملها، احنا بنعمل حاجات كتير جدا. طبعا شغل البيت ما بيخلصش. آه، يعني حاجات كتير احنا بنعملها. اول حاجه انا بداتها، عجنت. يعني اول ما صحيت من النوم كده فطرت ولادي وخرجتهم على الامتحانات. وطبعا اليوم ده مفيش عيش، او كان عندي عيش في التلاجة والعيش آه، باظ عندي. التلاجة فيها مشكلة، بتنزل مية، بتسرب مية على العيش، فالعيش بيبوظ وبيعمل طبقة عطان، فمش هينفع ناكله. فقلت طب يعني هعمل ايه؟ والوقت زنق وعايزة اعمل عيش سريع وفي نفس الوقت اطبخ لهم اكله حلوه كده. احنا في امتحانات ولازم اعمل حاجه حلوه ترم عظمهم. عملت اول حاجه، قلت لازم اول حاجه اعملها كده سريعا. انا كان عندي فراخ، فقلت على بال ما اتبل او احط الفراخ بتاعتي بعد ما نضفتها في محلول نقع كده، هقول لكم عليه انا عملت ايه فيه علشان يمنع الزفاره. اول حاجه جبتها اعمل العيش السريع او العيش المرحرح او عيش مصري. العجينه دي هعمل منها نوعين عيش، نصهم هعملهم عيش شمسي والنص التاني هعمله عيش مرحرح او العيش المصري او العيش البلدي الجميل بتاعنا ده اللي بصوا فيه بركة. الرغيف هتشوفوا ما شاء الله كبير ومبارك فيه، وهتلاقوا برضو كمان طعمه حلو جدا. عملت ازاي العجين ده؟ حطيت معلقة من الخميرة الفورية، معلقة كبيرة كده مليانة من الخميرة الفورية، وحطيت ملح وبس على كده ومية دافية، وعجنت العجين. والعيش لازم يكون في نسبة ردة بسيطة، لان انا هعمل عيش شمسي مكترتش الردة، وهعمل كمان عيش مرحرح. فان شاء الله هتلاقوا العيش الجميل بكل تفاصيله من غير رح ومن غير فرد ومن غير تعب، وهيطلع معاكي ناجح مليون المية. اتبعوا الفيديو بتاعي برضو، ما تنسوش تحطوا لي اللايك. بتنسوا دايما تحطوا لي اللايك، بلاقي في مشاهدات ما شاء الله. يعني مثلا 50 مشاهدة 100 مشاهدة اول ما بينزل الفيديو، وبلاقي لايك او لايكين كده. بتنسوا تحطوا لي اللايك، انا بذكركم تحطوا لي اللايك بالله عليكم علشان ايه الفيديو بتاعي يترفع. هنا بعد ما عجنت العجينة، ويعني عجنتها حلو جدا وخلاص. الفراخ كنت قبل ما اعجن كنت حطاها في محلول نقع عبارة عن الفرخة بعد ما تنضفيها كويس جدا علشان تضمني ما يكونش فيها زلال ولا فيش اي زفرة فيها، تحطيها في مية وملح ومعلقة سكر وعصرة ليمونة وكمان معلقتين كبار من الدقيق. ويا سلام لو عندك معلقه كمان من الجنزبيل تحطيها فيها، مش هيديكي ولا ريحه زفاره. سبتها بعد كده تتنقع وعجنت، وسبت العجين يخمر في الحله اللي انا عجنه فيها. قطعت كده بصلايه حلوه، انا كترت البصلايه دي وفضلت اشوح فيها لغايه اما ايه تصفر كده وتدبل معايا. هاخد منها جزء اعمل منه صينيه بطاطس للفراخ دي. بصوا الجزء ده اللي عامل زي التوابل كده، ده جنزبيل في الفراخ. برضو هشطفها بعد ما بعد كده ما تاخد وقتها في النقع، وهطبخها بعد كده. هعمل منها شوربة عشان عايزين نعمل حبة بامية كده ناشفين، وعايزين كمان ناخد من الشوربة نعمل صينية بطاطس ونعمل كمان مكرونة. ازاي هتعملي ده كله من فرخة واحدة؟ بصوا المعنى في البركة، والمعنى ان انت تتبعي الخطوات وتتبعي طريقة الطبخ والنفس الصح، هديكي احلى اكل واطعم اكل. عايزه اقول لكم في اليوم ده كان اللهم بارك الاكل زي السكر وزي العسل. بصوا خدت جزء بسيط من البصله شوحتها اعمل منها صينيه بطاطس تمام، والجزء التاني حطيت عليه معلقتين كبار توم علشان دي هنعمل منها ايه الشوربه، هتبقى دي الاساسي بتاعنا. بصل وتوم ونشوحها كويس. ممكن تضيفي لها طماطمايه بس انا ما حبيتش اضيف غير في الاخر. غير كده حوالي معلقتين من الطماطم اللي ضربتها ايه، خدت من بتاعه صينيه البطاطس وحطيتها ايه للطشه بتاعه الفراخ. تمام، اهو خدت لصينيه البطاطس شويه طماطم، وهاخد حوالي معلقتين كده كبار للشوربه. تمام،
كده هسيبها تتسبك واكون مقشره البطاطس علشان هنعمل ايه، احلى صينيه بطاطس. هنا هو اللي الطشه كمان استوت، اللي هي عباره عن بصل وتوم، شوحناهم كويس لغايه ما يدبلوا واستووا. بعد كده احط الفراخ اخليها تتقلب قلبتين تلاتة كده، تتشرب من طعم الطشه بتاعتنا او طعم التقليه بتاعتنا. وبعد كده بزودها ميه واظبط الملح بتاعها. طبعا الفراخ ما بتاخدش سوا، لازم تظبطي فيها الملح عشان يكون طعمها حي وكده وحلو ومتطعمه كويس جدا من الملح والبهارات بتاعتك. صينيه البطاطس كده في الاخر كده قطعت لها قرن فلفل بارد ونص قرن فلفل حامي، لان كان عندي الفلفل حامي زياده عن اللزوم، علشان ما الصينيه تبقى حلوه كده فيها تشطيطه كده خفيفه، او طعم كده سبايسي حلو كده خفيف، وكمان بيبقى في نفس الوقت مش حامية بزيادة عن اللزوم عشان ايه الأطفال تعرف تاكلها. حطيت هنا البطاطس، وكمان كنت ضايفة قرن فلفل من الفلفل الرومي. بعد ما التسبيكة بتاعتي بصوا اتسبكت ولونها روعة وريحتها كانت بصوا قلب الدنيا. قلبتها هنا وببص كده لقيت العجينه ما شاء الله كده خمرت وملت الحله معايا. خدت صينيه البطاطس بعد ما غلت غلوه قلت هكملها في الفرن انا وبرح العيش. العيش مش هرحه ومش هيكون معايا فيه غلبه ولا اي حاجه خالص لو اتبعتي الخطوات دي. اسهل طريقه اي حد مبتدئ واي ست بيت لو مش متعلمه خالص خبز العيش المصري او العيش الرحالي زي ما بنقول عليه هتعمله. بصوا بحط ايدي بعصها كده زيت او ببلها زيت حلو، وبقطع العيش كده. العيش ده بصوا كنت ايه مش مطرياه زياده عن اللزوم، وممكن تطريه للعيش الرحالي او العيش المرحرح او العيش الشامي او العيش المصري، سموه زي ما تسموه، ليه مسميات كتير. لازم تبلي ايدك زيت وتقطعيه وتنزليه على الايد التانية، وبعد كده تحطيه على الخشبة وتكوني حاطة فيها ردة كده شوية حلوين. تمام، زي ما انا بعمل كده بقطعه على ايدي وايدي تكون مبلولة زيت، وبعد كده بنزل بيه على الخشبة بتاعت اللي عليها ردة. هقطع نصهم اعمله عيش رحالي او عيش مرحرح، والنص التاني عيش شمسي. هتشوفوا كله ده بالتفاصيل. بصوا طريقة فرد مش فرد ولا رح، يعني اي حد ممكن يعمله. بصوا بعد ما قطعته غطيته بكده بمفرش علشان يخمر معانا تخميره بسيطه كده، وفي نفس الوقت وشه ما ينشفش علشان كان انا كنت في السطح وكان فيه هواء. العيش الشمسي كمان قطعته وبدبه كده دبه خفيفه او ببططه بطبطيطه خفيفه، هياخد من الهواء اللي في الجو. طبعا في الوقت ده على بال ما طبخت وعملت كل حاجه كانت الشمس على السطح عندي نزلت شويه، يعني كانت مشيت بمعنى اصح، ما كانش فيه شمس حاميه. يعني ممكن تعمليه بالليل، ممكن تعمليه في اي وقت العيش ده. تمام، بصوا هنا انا خدته وبعد كده جبته من على الخشبه بدوبك ببططه تبطيطه خفيفه، هوريكم بعمله ازاي. بصوا ببططه كده وافرده زي ما انا عايزه تكبريه عايزه تخليه تخين براحتك، بس هو كل ما تبططيه وتفرديه كل ما هيطلع معاكي حلو جدا جدا، ومش هتكون الطبقه اللي من تحت تخينه واللي من فوق رهيفه، لا، او خفيفه بمعنى اصح. فهيكون كله مظبوط وفيه لبابه حلو وبيبقى طعمه روعه روعه روعه. بصوا القطعه هو قبل ما يتدب كان وبعد ما اتدب كان بصوا مجرد ما بيدخل الفرن ما شاء الله بيتنفخ، وعايزه اقول لكم بيبقى طري جدا وطعمه اللهم بارك بيبقى طعمه مسكر وحلو جدا جدا جدا. عايزه اقول لكم بعد ما استوى يعني ما صبروش ياكلوه بغموس، كانوا ياكلوا منه كده حاف من غير اي غموس من حلاوته ومن طعمته. بصوا الطريقه دي، يعني بصي بتدبيه بايدك كده تفرديه زي ما انت عايزه تكبريه زي ما انت عايزه. تمام، طبعا علشان في وشه من فوق زيت فمش هيلزق في ايدك ولا حاجه، مش هتحتاجي لا تحط دقيق ولا هتحتاجي تعملي اي حاجه خالص. انا عندي المطرحه وبعرف اريح، بس انا حبيت اوري الطريقه دي للبنات لان في كان الطلب مني عايزين العيش المصري او العيش المرحرح من غير ما يكون في رح. وكمان اللي طلبت كمان اكتر وشجعتني عليه كمان الحته دي اختي، كانت قالت انا بعرف اعجن العجين بتاع العيش المصري او العيش المرحرح بس ما بعرفش اريحه على المطرحه. فدي اسهل طريقه وانجح طريقه، وبصوا بمنتهى البساطه تقدري تعمليه. بصوا بينفخ ازاي في الفرن،
وطعمه وجماله والله ونظافته احسن من انك تشتريه من بره. في اي وقت تعمليه، بالليل تعمليه، في الصبح تعمليه، في اي وقت. مش عايز شمس، مش عايز وقت طويل. بصي ممكن في نص ساعة تكوني عملتي حوالي 20 رغيف من العيش المنفوخ ده، او العيش المرحرح، او العيش المصري ده. طعم وشكل ونظافة وكل اللي يخطر على بالك. قال له ان انت مغربلاه في البيت وعاملاه بنظافه، اللي بره مش ضامنه انت بيعملوه ازاي. اللي في المخابز اتسخط الرغيف بقى حاجه كده والعياذ بالله صغيره جدا، ما تشبعش طفل صغير، وفي نفس الوقت غالي. لا يا طب ماما. على ايه؟ ما احنا نعمله في البيت. دي متوفر معانا في البيت وكل حاجة متوفرة. يعني مفيش غلبة ان شاء الله، هنعمله بمنتهى البساطة. كمان بصوا بعد ما رحيت العيش المصري، بصوا بقول لكم، بصوا حلو جدا، لا تخين من فوق ولا من تحت ولا رهيف من فوق. بصوا من فوق ومن تحت كله واحد، وطري جدا وطعمه عسل. جربوه بالطريقة دي، مش هيتعبكم خالص، مش هياخد وقت، وفي نفس الوقت طعمه حكاية، وبتملي بيتك خير. وفي أي وقت عايزة عيش هتلاقي عيش موجود معاكي، ومش هياخد وقت ولا غلبة. بصوا ما شاء الله الرغيف كبير ما شاء الله، يملى العين كده ويشبع، وما شاء الله طري جدا جدا جدا. بصي يعني انا في الوقت ده، بصوا كنت طبخه وكنت عامله اكل، كان نفسي جدا جدا ان اجيب له حته جبنه من بتاعه الدكاكين دي، او من بتاعه السوبر ماركت، اللي هو جبنه فيتا اي نوع بقى، عبرلاند، رودس، اي نوع. وكنت حابه ان انا اكله بيه، بس للاسف في الوقت ده ما كنتش لاقيه، او كان يعني ايه، مفيش حد من العيال معايا، كانوا في الامتحانات، ومن بعد الامتحانات راحوا على الدروس بتاعتهم، فكانش حد موجود معايا في البيت. فانا بصوا خبزت وطبخت كل حاجه وحدي، فاليوم كان ميسر والحمد لله. بص اهو اللي طلب روتين اهو الروتين. آه طبعا بنصحى نغسل مواعين، بنصحى نروق، بنصحى نخرج ولادنا مدارس. فما مش كل حاجة بنعملها في فيديو واحد. لو عملنا كل الروتين بتاعنا اليومي اللي احنا بنمشي بيه في بيتنا في فيديو، مش هيكفينا مثلا 3 4 ساعات. وطبعا التصوير طبعا بياخد غلبة ووقت كتير جدا. بصوا عملت اهو على فرخاية، خدت من شوربتها، عملت شوية ويكة تحفة عسل. دي ويكة ناشفة على فكرة. الويكة الخضراء او الويكة اللي لسه طازة دي، الكيلو ب40 وب50 جنيه. فعلى ايه بنعمل النشف لحد ايه ما البامية او الويكة بتاعتنا الخضراء دي سعرها ينزل، نبقى نشتري كده كده ان شاء الله هناكلها اذا ربنا كتب لنا عمر يعني. عملنا الويكة بتاعتنا الناشفة، وخدنا كمان من شوربتها، وعملنا شوية مكرونة محمرين كده، وسويتها بالشوربة. يعني تسويتها ما كانش فيها ولا نقطة مية، سويتها بالشوربة أول عن آخر. بصوا العيش وجماله، أقسم بالله يتاكل كده من غير غموس، يتاكل حاف كده ما شاء الله تحفة وزي السكر. جربوه بالطريقة بتاعتي البسيطة السهلة السريعة، اللي في أي وقت ممكن تعملي بيها. كمان بصوا حبة العيش الشمس بتاعنا طري جدا، بصوا ملبلب وطري وحلو خالص. هو مشكلة العيش السريع ده، أو العيش البيرة، أو العيش الخميرة الفورية، إني مش بيقعد كذا يوم، يعني آخره يوم والتاني بتكوني إيه مخلصة. يعني تعملي كمية صغيرة، أو لو عملتي كمية مثلا وفاض منك تحتفظي بيه في الفريزر كده يعيش معاكي. لكن لو فضل من بره مثلا حطيتيه في عياشة، او حطيتيه من بره عموما بره التلاجة، هيبوظ منك بسرعة، هيعسل وهيبوظ. اما العيش الجميل العسل بتاعنا ده، بصوا فضلتش منه ولا فتفوتة.